فطائر السلق طبختنا اليوم أو بيتزا السلق. راح نحتاج سلق حسب الرغبة ايش قد تحبون أو حسب كمية العجين اللي راح نسويها. نقطع بهالشكل، نحط بطاوة بصل مفروم تحبونه ناعم خشن، نضيف عليه سمسم، نقلبهم لحد ما يصير أشقر البصل. نرجع نضيف حبة سودا، حبة البركة كلش مفيدة، أنا أحب أدخلها بأغلب المعجنات، طيبة ومفيدة وتنطي نكهة حلوة للطبخة. وملح نضيف ويا البصل، نقلبهم وبعدين نضيف السلق على دفعات، همين نقلبهم. أنا هنا الكمية قليلة عندي مو هواية، هيك حبيت أسويها وجبة عشاء يعني، فصورتها حتى الناس تستفاد، لأنه من أكثر الوصفات سهلة وسريعة وطيبة، وتنفع همين للناس النباتيين وهمين للأطفال اللي ما يحبون، أكو أطفال ما يحبون اللحوم أو تكونين حايرة شنو تريدين تسوي لهم. هاي تغيير عن الروتين شوية. نظل نقلب بيها على النار. من يذبل نتركه على نار ناصية ونغطيه. هاي هنا ذبل عندي وغطيته. نجي للعجينة، 5 شغلات نحتاجها بالعجينة: خميرة فورية، بيكنج باودر، فانيلا، ملح، بيكربونات. هذه العجينة تنفع لأغلب الفطاير وكلش تطلع ناجحة وطيبة وكأنه جايبيها من المخبز. نحطلها شوية زيت، نحطلها جلاس ماي ونعجنها كل زين. هنا عجنتها على صفحة، شوفوا شلون عجينة حلوة. نقسمها بعد ما تختم يعني اختمرت وكملت، نقسمها ونحطها نغطيها، أهم شي تتغطى. دائما العجن بالعجينة هو سر نجاحها، كل ما تنعجن أكثر كل ما تصير عجينة ناجحة. حتى عجين الخبز كل أنواع العجين يحب عجن. هنا نفتحها، أنا سويت بس قطعة واحدة وكملت الباقي بدون تصوير، يعني بصراحة ما أقدر أشتغل أنا ودا أصور، يعني يطلع الشكل مو كلش مرتب. بهاي الطريقة ممكن براحتكم تسوون الأشكال اللي انتو تحبوها. نفتحها ونضيف الخلطة، تكون بردة طبعا، لازم تكون باردة الخلطة مال السلق. نوزعها بشكل جيد مثل كأننا ما نسوي بيتزا. أنا حبيت أحط وياها جبن الشيدر والموزاريلا كلش طيبين، يعني دائما أنا أدخل الأجبان، أحب الجبن، فبعد كل واحد حسب رغبته. وهم نعطيها تماسك للخليط. شوفوا هنا هاي أول قطعة طلعتها، خلصت الأكلة مال اليوم وإن شاء الله تعجبكم. ولا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة، وألف عافية. أتمنى تكتبولي بالتعليقات رأيكم.